السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دعاء فتحي، ورجعت معاكم لشقة عروستنا وعريسنا اللي كلفوني بفرش شقتهم كاملة، سواء من حاجة العريس كاملة او حاجة العروسة كاملة. يعني انا كنت مامة العريس ومامة العروسة زي ما بيقولوا. فيعني عايزة اقول لكم مش قادرة اوصف لكم كان قد ايه مسؤولية كبيرة وقد ايه ثقة كبيرة ان هم يكلفوني بحاجة زي كده. طبعا زي ما نوهت في الفيديو اللي فات، انا مش هقدر ان انا اكرر التجربة تاني غصب عني، لان ده طبعا كان عطلني كتير عن شغلي اللي هو الاساسي، اللي هو فرش شقه العروسه في يوم واحد. طبعا ده المجهود ده اخد مننا شهور. طبعا زي ما انتم شايفين كده الشقه استلمتها بالوضع ده كان اول يوم دخلت فيه الشقه وبصورها، واخدنا كل المقاسات علشان نعرف كل حاجه تتحط فين، وان احنا ننسق الدنيا ونعرف ان احنا نستغل كل المساحات. ده شكل المطبخ استلمناه. طبعا في النهايه اتغير تغيير كلي وجزئي. احنا مستلمين الشقه خالصه سباكه وخالصه دهانات وخالصه السيراميك وكل حاجه زي ما انا مستلماها كده بالظبط. طبعا غيرنا حاجات كتير خالص في المطبخ، يعني في حاجات اصلا هتلاقوها متغيره في الفيديو ان شاء الله بتاع المطبخ، باذن الله يعجبكم وهتستفيدوا منه بافكار كتير جدا جدا ان شاء الله. اتمنى ان هي تفيدكم. بحاول ان انا اشرح لكم كل حاجه بالتفاصيل، بحيث ان اللي يقدر يستفيد حتى لو بمعلومه صغيره قد كده هكون يعني سعيده جدا جدا بده. في بدايه الفيديو اوعوا تنسوا تحطوا اللايك. ان شاء الله الفيديو النهارده يعجبكم جدا لان فيه مجهود جبار جدا، واتمنى ان الذوق والتنسيق في الاخر يعجبكم. هنا طرق الشقه. طبعا احنا الفيديو اللي فات شفنا مع بعض الريسبشن وغرفه الضيوف، اما هنا معانا غرفه الاطفال. وزي ما قلت لكم ان العروسه والعريس مش من المحافظه نفسها اللي فيها الشقه، فوارد ان اهل العريس واهل العروسه يزوروهم برضو في وقت واحد. فطبعا هم كان بالنسبه لهم اهم جدا يركزوا على غرفه الضيوف. وغرفه الاطفال برضو ان هي يكون فيها سريرين. هي ده شكل غرفه الاطفال وده شكل ورق الحائط بالالوان. قلت لكم ان هي خالصه دهانات، انا ما كانش ليا علاقه بده، بس كان المفروض ان احنا ننسق كل حاجه على الدهانات الموجوده بحيث ان احنا ما نكلفهمش تاني فوق طاقتهم. زائد ان بسم الله ما شاء الله اللهم بارك بجد كانت جوده الدهانات حلوه جدا، والاذواق برده كانت جميله جدا. الغرفه دي المفروض فيها سريرين ودولاب ومكتب وتسريحه. تخيلوا بقى معايا هننسقها ازاي علشان تشوفوا بقى ايه الفيديو بعد الفرش. هنا بقى الحمام طبعا مش بنعمل فيه حاجه غير اكتر من السخان وشفاط، بس بوريكم شكله قبل. انا كنت مصوره الشقه كامله قبل الشغل، بحيث ان انا اشوف اراجع لها كل لما احتاج اشوف انا محتاجه احط ايه فين وكده. نبدا مع بعض الفيديو ونقول بسم الله. وما ننساش نقول كالعاده بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك للعروسين يا رب. ربنا يسعدهم ويهنيهم بكل شبر في بيتهم. دعواتكم ليهم من كل قلبكم وتمنوا لهم الخير ولكم بالمثل فيه. وندخل على الطرقه ونقول بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. اول ما ندخل كده طبعا شكل الستاره وتصميمها اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات، فهنعدي المرحله دي ندخل بقى على الطرقه على طول. طرقه هنا اللي فيها اوضه النوم الماستر، جنب منها المطبخ، والغرفه التانية اللي جنبها الحمام وغرفه الاطفال. اما هنا اول حاجه دخلنا عليها طبعا طبيعي هتفكروا ان هي بار من الشكل والفخامه والجمال اللي فيه، بس هي دي جزامه. يعني قصدهم اقول لكم ان ده شكل جزامه من بره حقيقي. كل شوفوا فكروا بار كده للوهله الاولى. في معناه البار، في ناس بتقول بار ناس بتقول بوفيه على حسب مسمى كل بلد بيقولوا عليه ايه. بس هي دي جزامه كانت بشكل سلم تدريجي كده وبذوق الكلاسيك شويه او السيمي كلاسيك، يعني اللي هو مش كلاسيك صريح باللون الشامبيني الذهبي. وفيها الشغل القمر ده الشغل بتاع ورشه افرشها بذوقك، اللي ان شاء الله النهارده هتنبهروا جدا جدا بكل حاجه عاملينها في الشقه. زي ما انتم شايفين كده عاملين 3 مرايات سلم ومضيئه كمان. هنا كده التصميم كده بتاع الجزامه كان تدريجي كده، فاخترت لهم كده جبت مفرش فرو بالمتر وقطعته بالشكل ده. ما يعني مش محتاجه ان هي تتغطى قوي، بس انا كنت قاصده ان انا اجيب حاجه فاتحه وحطيت عليها الفراشات النحاس دي، ادت شكل جمالي جميل جدا جدا. وده شكل البراويز كده على حسب الطول بقى اللي واقف قدام الجزامه يظبط لبسه يظبط حاجته ايا كان. وده شكل الجزامه كل واحده فيها بالطول بتاعها فيها درج، سواء للشرابات للورنيش لاي حاجه بقى تلميع الاحذيه اعزكم الله يعني. وهنا كده مقسمينها كده ايه برضو بالمساحات. يعني كلنا عارفين ان العرايس بتجيب احذية اكتر من الرجالة، عموما الستات بتلبس احذية اكتر، بوتات بقى وهيلز وكوتشيات وباليرينا وكده. فهي مثلا يكون ليها المقاس الكبير ده. وبعد كده العريس بيكون حاجته محدودة الى حد ما، معروف كوتشي جزمة او جزمتين وهكذا. المهم الامر محدود. اما الاخيره الصغننه دي قلنا ممكن تبقى اللبس سوري السليبرات البيت وحاجه البيت وكده. كل واحده فيهم فوقها درج زي ما انتم شايفين عشان تقدر العروسه تقسمهم كل حاجه لحاجه. زي ما قلت لكم انا اصلا ما رصيتلهاش الملابس
لان زي ما وضحت ان العروسه من محافظه تانية، فكان شنط الملابس عندها وكان الوقت خلاص في الاخر بصراحه ضيق، اللي احنا يا دوبك نشطب الشقه. ما حاولتش ان هي تبعتهم لي ان انا اعملهم، فهم عملوهم هي واخواتها جزاهم الله خيرا. اما هنا بقى ده شكل الطرقه كلها، اوريكم بس الشكل كده، وان الحركه مسار الحركه فيها كويس جدا، ان احنا اخترنا مكان الجزامه يكون مقابل لفتحه باب الطرقه، وفتحه باب الطرقه كبير، فمسار الحركه كويس جدا جدا بسم الله ما شاء الله. مش الجزامه ان هي حجمها كبيره اعاقت الحركه او حاجه. ندخل بقى على غرفه الاطفال ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك لهم فيها يا رب، وفي كل ذريه تكون فيها باذن الله. طبعا زي ما وضحت لكم ان هم لو جالهم اهلهم من محافظه تانية فمحتاجين اكتر من سرير للضيوف، سواء بقى اهل العريس او اهل العروسه، فهم ركزوا على الموضوع ده جدا اكتر من ان استخدامهم للسفره. والناس اللي علقت على عدم وجود سفره قلت لكم هم بالنسبه لهم السفره مش اساسيه، لان احنا عملنا ترابيزه الركنه كبيره، وتقدروا ترجعوا لفيديو ريسبشن لو حابين تشوفوا كل التفاصيل دي. هنا بقى كده المفرش السوفت القمر الكشمير ده مش انا بصراحه اللي شارياه، اخت العروسه اللي جايباه لها هديه، وكان الحاجات الهدايا دي كان في حاجات بعتوها لي كتير، فانا رصيتها بالفعل في الشقه زي المفرش القمر ده بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يجازيهم خير. اخواتها بجد مروقين عليها خالص، اللي كانوا اتجوزوا قبلها، فجايبين لها ده بالنسبه لها هدايا. وكل التفاصيل دي انا بقولها معاكم لان حقيقي احنا مع بعض كنا خلاص بقينا عيله بعد عشره الشقه دي. اما هنا بقى بالنسبه للستاره بتاعه الغرفه عملتها باللون الكشمير الهادي جدا، بحيث ان احنا ننور الاوضه ما تبقاش الستاير غامقه فنقفل الاوضه، استوحاء كده من الوان ورق الحائط. واللون كده المفرش برضو يمشي، طبعا المفرش هم اختاروه بلونه بحيث بقى على اساس ورق الحائط او كده. وبالنسبه للسجاد اخترنا ان يكون لونه كده ماشي مع الالوان الكافيهات او كده، بحيث ان احنا عاملين اصلا في الشغل الكريمي في الذهبي زي ما واضح قدامكم كده، اللي هو شامبين الذهبي ده، فما يبقاش كل تركيزنا على لون الكشمير فتحسوا ان الاوضه مقفوله قوي بلون واحد، فيبقى ماتشنج كده ما بين لونين يبقوا ظراف كده وجمال. هنا كده ما شاء الله عملت مسار الحركه ما بين كل سرير والتاني. هنا السرير متر وعشرين صافي في مترين، يعني حجمهم ما شاء الله حجمهم كبير وكويس جدا، وما بينهم كده كومود زي ما واضح قدامكم بالشكل ده في شكل المربعات من نفس شكل السرير. اما هنا ده كده المكتب ده كان كله على بعضه كده من تصميمي، وما كانوا محتاجين مكتب كبير زي ما قلت لكم شغل العريس والعروسه يستدعي وجود مكتب، فحبيت ان انا اعمل لهم ده في الغرفتين، يعني مش في غرفه واحده. وفي نفس الوقت بدل ما نعمل تسريحه وخلاص لا نستغل حاجات تانية تنفع استخدام لحاجتين، زي الجزء اللي من فوق ده. طبعا كل ده انا كنت رسماه للنجاره على الورشه، النجار ابو حسن ربنا يا رب يجزيه خير، انسان محترم جدا شغال في ورشه افرشها بذوقك، كان يعني بينفذ التعليمات بالحرف الواحد، ولو قلت له حاجه حقيقي بيطلعها احلى ما انا طلبتها كمان، ربنا يا رب يجازيه كل خير. زي ما انتم شايفين كده دول وحدات ديكوريه كده مربعه بالشكل الموجود في الغرفه. اما بالنسبه للمفرش القمر ده كان اللي عامله باشمهندس محمد فكري، هو اللي عامل الستاير، والستاير زي ما انتم شايفين كده بالتصميم السامبل البسيط ده نرجع لها تاني دلوقتي. والمفرش ده معمول ليزر، شغل ليزر بنفس الالوان اللي في الكرسي واللي في الستاير، ففي ماتشنج كده ما بين الكشمير الفاتح والغامق. نيجي هنا بقى التسريحه دي، يعني عشان استغل فوق المكتب ان عملنا كده جزء تسريحه كده متحرك بباب جرار، ووراها كده وحدات سريه زي ما واضح قدامكم، وفي مقابض نقدر نمسك منها عشان ما نبصمش على زجاج او حاجه، وجواها المربعات دي سواء بقى لاستخدام لبرفانات كريمات شعر، سواء لكتب بما ان ده مكتب، سواء لحاجه خاصه بالشغل. فالتقسيمه دي حلوه جدا جدا وعجبتهم جدا. عايزه اقول لكم ان كل الجزء بتاع المكتب ده كان كله تصميمي، فاتمنى تقولوا لي رايكم فيه كده ايه في التعليقات وانتوا بتتفرجوا، اكتبوا رايكم وما تخلصوا اكتبوا برده رايكم. هنا كده شوفوا كان سلس جدا، والميكانيزم كان جايبين من احسن انواع المفصلات والميكانيزم والحاجات اللي هي بتاعه النجاره دي. بجد بجد استاذ احمد الجحر بجد ما شاء الله ما بيشتغلش الا في انضف جوده. بالنسبه للناس اللي عايزه شغل عموله انا سيب لكم الارقام بتاعتهم واللينكات بتاع صفحهم للتواصل. هنا كده المكتب بما انه المكتب معايا مقاس مترين، فاخد معايا 2 كرسي مرتاح وكرسي واسع وظهره كويس عشان محدش يعني ظهره يوجعه، والارجل بتاعه الكرسي خليتها كده باللون الذهبي. اما هنا المكتب بما انه مترين عملت درجين واسعين ياخدوا بقى لابتوب، ياخدوا كتب، ياخدوا اي حاجه، وكان الادراج كلها سوفت كلوز زي ما هتشوفوا دلوقتي وانا بفتح وبقفل الدرج، ومن جوه مبطنه بالشكل ده. كان كل الادراج اللي في الشقه مبطنه. احلى حاجه بقى في سوفت كلوز ان ما بيعملش دوشه، ما بيرزعش، حاجه بتقفل لوحدها كده. بصوا لحد المقابض بتاعه الادراج وكل حاجه دي انا اخترتها بعنايه جدا جدا. في حاجات تفاصيل ناعمه كتير كان العريس والعروس مش معايا فيه، وما كانوا
يعني ايه بيشيكوا على الشكل النهائي، بس مش اكتر ان انا اختار معاهم التصميم وبعد كده هم بقى سايبين لي المجال اختار اللي انا عايزاه. فالحمد لله كانت النتيجه في الاخر مرضيه جدا جدا. هنا الكومود ده متحرك زي ما عملنا في المكتب التاني، بحيث لو عايزين حتى كمان يجيبوا كرسي تالت يجيبوه، وفي نفس الوقت برضو لو عايزين يشيلوا ده خالص مضايقهم يحطوه في جنب، حد عايز يقعد مرتاح رجله ممدده فبراحته خالص. فاتمنى يكون جزء المكتب كده انا حاولت اشرح لكم فيه كل التفاصيل، يعني لان بجد كنت بختار فيه كل حاجه بعنايه. دخلنا كده في شغل الاستانلس كده علشان يبقى شكل الاوضه، وده شكل السجاد قلت لكم هو كده اخد من الوان الكافيهات عموما. ما حبيتش ان نجيب الكشمير، يعني كان في راي نجيب كشمير بس حسيت كان هيبقى فيه كشمير كتير جدا في الاوضه، فعايزين ان احنا ايه نهدي اللون شويه بحاجه تكسر الموضوع ده. وهنا كده ده شكل السراير، مسار الحركه ما بينهم كويس جدا، ومسار الحركه برضو قدام المكتب لما نشيل الكرسي ولما نحطه كويس. نيجي بقى نشوف السراير اللي عامله زي الشوكولاته الجالاكسي زي البونبونايه كده. بصوا تصميمها من بره بشغل الاستانلس اللي فيها القيم جدا وباللون الكريمي كده، وشغل مربعات باللون الشامبين الذهبي، تقفيل الخشب متانته وجودته بجد بجد ورشه افرشها بذوقك، عاملين شغل عالي جدا جدا بسم الله ما شاء الله. بالنسبه هنا لورق الحائط اللي دخلنا عشانه كل الالوان دي، بالنسبه اللون الذهبي البسيط خالص اللي فيه ده مع الوان الكشمير ده اللي صممنا عليه باقي التصميمات. هنا لحد النجف والاباليك جبتهم من النمروسي في المحله قلت لكم قبل كده، وفي ناس كتير بتقعد تسالني على اسعار. يا جماعه الحاجات دي يعني الشقه دي متفقين فيها اصلا من ايام لما كان الدولار ب 15 جنيه، فالاسعار مختلفه اختلاف جامد، فالاسعار مختلفه الضعف. لكن انا اللي اتاخرت عليكم في تنزيل الشقه دي لان يعني كان حصل ظروف عندي كده هي اللي اخرتني ان انا انزل لكم اصلا فيديوهات عموما. اما هنا بقى ندخل ما بين السريرين ونشوف بقى حتى الاباجورات اخترناها بعنايه ازاي. هنا كده اخترتها كده من بره بيج كده كافيه، ومن تحت نحاس، فالنحاس قيم جدا جدا. برضو المفرش اللي على الكومود استاذ محمد فكري اللي مصمم كل مفارش الشقه والستاير. سيب لكم برضو لينك الصفحه بتاعته والارقام للتواصل. وهنا كده ايه عملت مكان الريموت التكييف بما انه ما بين السريرين، في فيشه برضو للاباجوره. زي ما الاباجورات كلها انا كنت جايباهم من محل ديكور للتحف والانتيكات، هم اللي بيشتغلوا في الشغل النحاس النظيف جدا، اكتر شغلهم نحاس وحاجه كده على مستوى، فكنت جايبه منه محل ديكور ده موجود في دمياط. وبالنسبه للاجهزه الكهربائيه التكييفات او ما شابه او اي اجهزه كهربائيه كنت جايباهم من فرع LG موجود على البحر في دمياط. وهنا كده ده شكل الدولاب، بصوا شكل الدولاب بقى بالمربعات اللي فيه. بصوا هي تصميم الاوضه فيها مربعات، انا كنت بهتم بالحاجات دي قوي، ناس ممكن تشوفها حاجات تافهه بس التفاصيل دي بتفرق معايا. يعني الرسومات حتى اللي في الستاره فيها مربعات صغننه كده، فيها ذهبي وفيها ده، فاخده ماتشنج ما بين الاثنين. وعملت برده المربعات دي تبقى ماشيه مع المربعات اللي في الغرفه. يعني مصمم الستاير بجد ما اعترضش معايا على اي حاجه، بقيت اقول له فكره كده ويقول لي يعني فكره مجنونه او حاجه مختلفه بس قشطه تمام، وكان بيحاول ان هو ينفذها باكمل وجه. فعملناها كده بحيث ان الستاره على ماسوره ما نحسسكوش ان هي على ماسوره. العروسه كانت حابه اللي على المواسير عشان عمليه وتكون سهله في الفك والتركيب وفي الغسيل، وحقيقي اللي يشوفها ما يتوقعش ان الستاره على ماسوره. الجزء اللي جنبه الشماعه ده باب البلكونه، كل غرفه كان فيها موجود شماعه لتعليق الملابس وكده. نشوف بقى تفاصيل الدولاب من بره، بصوا بسم الله ما شاء الله على فينش الدهان. نشوف على الجوده، ارتفاع الدولاب نفسه اهتمينا بالارتفاعات جدا جدا. يعني هنا الارتفاعات غير اصلا المقاسات الطبيعيه، في العادي بيبقى المقاسات في مترين، احنا كنا معلين الارتفاع اكتر من مترين والعمق كان اكتر من 50، فما شاء الله كان الدولاب مرتاح. فوق كده حطيت الالحفه الفايبر ماشيه مع جو الاوضه. وهنا طبعا موجود الشماعات، ما كانش غرضنا ان احنا نملى الدولاب بكله فرش، احنا كنا متفقين هنجيب الحاجات الاساسيات والضروريات المعيشه بس نجيب انضف حاجه. الادراج سوفت كلوز زي ما انتم شايفين، عمقها كبير جدا بالنسبه لتطبيق الملابس، بالنسبه لاي حاجه تتحط فيها حلوه جدا جدا في الاستخدام، وكل الادراج مبطنه. نشوف بقى الجمال حتى لما بنقفل الدولاب بسم الله ما شاء الله. يعني شوفوا الدولاب وانا بقفله فيه كده ميكانيزم فوق اللي هو السوفت كلوز ده، يعني ولا صوت رزعه الدولاب كده وحد نايم ولا برضو طفل يعرف يفتحه، لان السوفت كلوز لما بيكون الدولاب كده بيبقى تقيل شويه، متقل الباب شويه في الفتح، فلو طفل صغير ما يعرفش ان يفتحه ويجيب كل اللي فيه على الارض، فبيبقى عملي جدا كانه دولاب مقفول عادي خالص. عايز حد كبير بس اللي يعرف يفتحه لان ليه تكه كده معينه. هنا كده قسمنا الارفف دي بتاخد مساحات اكتر في التخزين فيما بعد يعني. وهنا زي ما قلت لكم جايبه طقم فوط واحد لكل
كل غرفه. فطبعا لو في ضيوف هنا يبقى معاهم برده فوط، هو طقم فوط 4 فوط و3 اطقم سراير، والطقمين الزياده اخوات العروسه اللي كانوا مهديينها بيه. فوق هنا العروسه كان عندها كانوا عندها بطانيتين اسباني يعني لسراير الاطفال، وهنا جبت لها كوفرتيتين اللي لونهم بيج دول برده ماشيين مع الوان الغرفه، والدفايات اللي في النص دول والله حتى ما اشتريناهم، كانوا جايين مع اللحاف زي ما انتم شايفين كده. فبسم الله ما شاء الله اللهم بارك، يعني جبنا الاساسيات والضروريات. قولوا لي بقى انا كأم عروسه كده في المعقول ولا لا، وكده في الطبيعي ولا لا؟ كتير دايما اقول لكم هاتوا الاساسيات والحاجات اللي انتم محتاجينها، مش شرط التجديس، فيما بعد لو احتجتوا تقدروا تزودوا حاجه بحاجه، لكن ما تجيبوش لكم للزمن يعني يمين حالم يعيش يعني. ندخل بقى على الحمام. هنا تفاصيله مش كتير، طبعا شفتوه في بدايه الفيديو، الفكره ان هو نضف، بس طبعا كان معايا بنات متخصصه للتنظيف قبل الفرش خلاص يعني، لانه ما كانوا مسلميني الشقه على المفتاح واسلمها على المفتاح، لان طبعا الشقه هنا انا مش بشتغل فيها فرش بس، لا هنا الشقه كنت ماسكه فيها كل حاجه. ناقص بس في الحمام هنا المرايه، كانت العروسه جايباها وكانت لسه ما جابتها ليش الشقه، فكانت لسه محتاجه تتعلق. حتى المكان التربو الخاص بالمنظفات برضو عملنا حسابه وجبت لها شفاط هنا في الحمام. وبالنسبه حتى لثبت الغسيل وكل حاجه، وانا حطيت لها بس كده ايه، حتى البرانس في ناس قالوا مش بنستخدمها يعني، فاللي هو جبت بشكير كبير وحطيته، وفي شماعه كده اللي بتعلق عليها الحاجات الداخليه اللي بتنشف في الحمام. حتى بصوا حاجات البسيطه جدا جدا ما نسيناهاش، حتى باسكت الحمام وادوات التنظيف بتاعه الحمام كل حاجه ما نسيناهاش. ودي فرشه الحمام زي ما انتم شايفين، ده شكل البانيو. حتى شكل البانيو برضو جبت له كده ايه سداده اللي بتلم الشعر والحاجات، بحيث ان هي ما تبوظ البانيو او تكتمه فيما بعد او كده. فبقول لكم تفاصيل التفاصيل كنت بكتبها عشان ما انساش اي حاجه. نطلع بقى على طرقه تاني كده، احنا خلاص في اتجاهنا كده للمطبخ ولغرفه النوم. كده نظره سريعه على الريسبشن، تقدروا ان انتوا طبعا تشوفوه في الفيديو اللي فات. المطبخ كده هشوقكم ليه، بس هوريكم كده الشكل بتاعه، وبعدين الفيديو الجاي هيكون بالتفاصيل الممله لان فيه شرح كتير وحاجات ان شاء الله كتير هتستفيدوا منها باذن الله. اتمنى ان هي تفيدكم، فالفيديو الجاي هيكون جبار جدا. لايك بقى عشان تشجعوني. ندخل بقى على غرفه النوم ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يكتب لهم فيها السعاده والهنا، ويجعل دخلتنا علينا كده كلهم بالخير. دعواتكم ليهم من كل قلبكم، وربنا يرزق كل مشتاق يا رب، ويدي كل اللي عاوز باذن الله. وزي ما قلت لكم عنواننا هنا كان ان احنا نجيب حاجه بجوده عاليه، مش نجيب كركبه وكركبه عفش وكركبه فرش وكله على الفاضي، لا كانت الاساسيات. هنا ذوق العروسه كان كلاسيك شويه في غرفه النوم، كانت حابه ان الغرفه تكون كلاسيك، هتلاقي عايزاها حاجه فخمه كده يعدي عليها الزمن، احس ان مدتها مش هتبطل، مش زي بعض الحاجات المودرن شويه. المودرن مدته بتتغير كل يوم، لكن الكلاسيك في حاجات كده تكون ثابته مهما عدى عليها زمن قيمتها فيها. ده شكل كده، والاباجورات منوره والنجفه بس اللي منوره مش بالاضاءه كلها، فقد ايه الجو شاعري ورومانسي بالاباجورات لوحدها تحفه جدا. وزي ما قلت لكم المفارش السوفت كلها بتاع الشقه اللي هي اللي على الوش دي كان اخوات العروسه اللي جايبين لها هدايا، بصراحه انا ما اشتريتهمش في الفرش وانا بشتري، فبرضو جهد منهم مشكور، وكان المفارش اختيارهم موفق وجميل. اما هنا كده ده شكل الدولاب هنا كان اطول ارتفاع دولاب ممكن تشوفوه في مصر يعني، خلاص هو كان واصل خلاص للجبس زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، عشان نستغل فيه عدد ارفف بزياده، فيبقى فيه مساحات اوسع، زائد انه عمقه واسع، فده يساعدنا كتير في حاجات تانية. شكل الدولاب بقى من بره بالفينش بتاعه، كان هنا المفروض موجود مرايات مكان الاماكن اللي فيها مربعات دي، بس المرايات مش بتكون عمليه، بالذات مع ظرف الجرار مع رزع جامده مع حاجه ما بتكونش عمليه اطلاقا، وهم مش حابين تكون في مرايه مقابل للسرير، وده الصح جدا، فما عملناهاش واستبدلناها بشكل مربعات، ده بشغل اصلا موجود في الكومود بتاع الغرفه وشغل في الغرفه نفسها. هنا كده العروسه كانت حابه البنكيت اللي شبه الشезлونج ده شويه قدام التسريحه، وانا قعدت اقول لها ده كبير ومش هيدخل مهما صغرناه هيضيق المساحه، هي صممت عليه وفعلا ما نفعش، فحطيناه هنا بالشكل ده. وده شكل الستاره زي ما قلت لكم، باشمهندس محمد فكري هو اللي عامل كل الستاير، وطبعا كل تصميم احنا اديناه له هو نفذه بسم الله ما شاء الله على اكمل وجه وبشكل جميل جدا بسم الله ما شاء الله. بالنسبه بقى لقماش الستاير وقماش اي تنجيد في الشقه، جبناه من مفروشات الوزير، زي ما قلت لكم برده هسيب لكم اللينك بتاع صفحتهم وارقامهم وكده. برده مفروشات الوزير كانت روميات ما شاء الله، خامه عندهم عاليه ومتهودين في السعر عن السوق كتير، لان لفيت كتير عشان اشوف حاجات تكون قيمه جدا وبسعر كويس، فبجد هم اكتر مكان تناسب معايا في ان انا اجيب منه الحاجه. هنا عملنا 2 كرسي وما بينهم كده ايه
طقطوقه ان يعني قاعده كده تبقى في اوضه النوم، لو حابين يقعدوا حابين يشربوا شاي اي حاجه يبقى يا دوبك جنبهم طقطوقه، تاخد صينيه صغيره كده بكوبايتين شاي حطيت عليها الورده الجميله دي. والمفارش كلها بتاعت الشقه زي ما قلت لكم استاذ محمد فكري هو اللي كان عاملهم. نيجي بقى لتفاصيل الكرسيين القمر دول شبه كراسي الصالون. بالنسبه للبوكيه ده بصوا اخترتوا نفس الورده ونفس اللون اللي في ورق الحائط اللي موجود في الغرفه. بصوا انا كنت بركز في تفاصيل يعني في العادي ممكن تعدي مع اي حد، في ناس زي كده بتحب الدقه قوي، هي نفس الورده هي نفس اللون كل حاجه بالظبط. التفاصيل دي يعني بتهمني وبتشغلني جدا جدا. شكل الكرسي كده رقيق وجميل. وهنا اخترت في الستاره كده نعمل عليها تطريز كده باللون المنت جرين الموجود في الغرفه، يعني ورده منت جرين وورده باللون الكافيه برضو من الكافيهات اللي في الغرفه. وهنا برضو نفس الموضوع الستاير على مواسير عشان تكون سهله جدا. اما هنا بقى موجود معانا ده العسكري الخاص بغرفه النوم، ادراجه عميقه، موجود فيه 3 ادراج بالشكل كده، بنقول عليه عسكري بنسميه بالمسمى ده في دمياط. بالنسبه للسجاد هنا ما حبيتش اجيبه بشكل كلاسيك صريح، حبيت اعتمد على الخامه اكتر والوان كده تكون في الكافيهات الجميله. جايباها من مكان اسمه كاربيتا في ميتي الخولي. زي ما قلت لكم في الفيديو قبل كده في بعض السجاد من النساجون الشرقيون وفي من كاربيتا دول. ناس كتير اللي رشحت لي المكان ده واما رحت فعلا لقيت تشكيله حلوه جدا. اما هنا بقى نيجي لتفاصيل اللوحه الفنيه اللي على السرير وشغله القيمه اللي بجد معموله باتقان جدا، وقد ايه شغلها على نظافه جدا جدا. واكيد لو نجار او استورجي او اي حد بيشتغل في الخشب شايف الفيديو ده يعرف قد ايه ان الخشب ده قيم جدا ومعمول بعنايه جدا. دايما اقول لكم ركزوا على السلع المعمره ان تكون افضل شيء وما تستخسروش فيها ما تسترخصوش فيها بمعنى اصح، بحيث ان هي دي اللي هتعمر. اما الحاجات المستهلكه دول ما تكتروش منها، كده كده انتوا هتخلص وهتجيبوا غيرها. الحاجات دي اللي تركزوا فيها قوي. ده شكل كده الكومود بجد تحفه فنيه لوحده، كل الادراج سوفت كلوز، كل الادراج من جوه مبطنه. هنا كده برضو المفارش، وده شكل الاباجورات فيها كده كريستاله جميله وفيها من تحت الشغل النحاس، ومن فوق كده الكافيه الهادي معطي ده اضاءه كده مع المرايه اللي موجوده في الكومود. حقيقي كومود فخم جدا جدا بسم الله ما شاء الله، وارتفاعه برضو حلو وعمقه ووزنه نفسه محدش يقدر يشيله، الخشب بتاعه تقيل وحلو جدا. اما بقى بالنسبه هنا للدولاب بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، طبعا الارتفاع بتاعه نفعنا. وفي استخدام الارفف من جوه، يعني ما كانش الارفف ضيقه قوي ولا واسعه قوي، كان نسبه وتناسب حلوه جدا. زي فوق هنا حطيت لها اللحاف الفايبر بتاع السرير، وهنا طبعا بما ان السرير كبير اكتر سرير مستخدم فهيحتاج معانا 2 كوفرتا، والعروسه هنا بتميل اكتر للون الكشمير فعشان كده جبت لها الحاجات اغلبها كشمير لاني حباهم. حتى جبت لها هنا الشماعات الخاصه بيها لونها بينك، وعملنا الارتفاع كده بتاع الشماعه بتاعه العروسه تكون عالي وطويل عشان الدريسات السهرات او اي دريس عموما طويل او لو عبايات ما تتكرمش من تحت. شوف بقى جمال السوفت كلوز، شوفوا الدولاب بيقفل لوحده ازاي وانا بعيد يا دوبك، بس يعني قلت له اقفل كده، افتح يا سمسم اقفل يا سمسم. هنا بقى بسم الله ما شاء الله الضرفه اللي في النص قد ايه شكلها محمل وبومبي كده من بره، شكلها لطيف جدا. والادراج هنا برضو واسعه وعميقه، وقد ايه ان انا نبهت على النجار في الحته دي لان اوقات بيقابلنا ادراج بتكون يعني قليله جدا ما نعرفش نحط فيها اصلا اي حاجه. هنا بقى حاطط لها الملايات زي ما قلت لكم، كان جايبه لكل سرير 3 اطقم ملايات، هنا بس جبت 4 غير الطقم المفروش طبعا كان جاي لها هديه العروسه، يعني جبت هنا 4 فقط و6 فوط، يعني هنا زودت الفوط شويه وجبتها فوط كبيره شويه عشان استخدامهم. والعروسه كان عندها المفرش الاسباني والبطانيه الاسباني فما جبتش اي مفارش قطيفه ولا بطاطين اسباني. اما هنا بقى الجزء ده بتاع ضرفه العريس، حتى جبت له كده شماعات بيبي بلو، شماعات كده للبناطيل، وهنا كده ارفف ليه سواء صيفي او شتوي وواسعه جدا، يعني العريس هنا مش مهدور حقه اطلاقا زي ما انتم شايفين بالشكل ده. والعريس مش بيحتاج الشماعه تكون طويله قوي، هو كده كده الجواكت والحاجات دي وتعليق البناطيل مش بيحتاج شماعه تكون طويله ولا حاجه. نيجي بقى لشكل، شايفين شكل السرير وجماله. هنا بقى ندخل على التسريحه بعد كده النجار عمل لهم كده بف هديه منه ليهم لان عارف ان المكان ده ما دخلش فيه التاني الشезлونج ده اللي العروسه كانت مصممه عليه، فبعد كده عمل لهم بف هديه. وهنا زي ما انتم شايفين كده الشكل الجمالي بتاع حتى الشماعه قد ايه ان فخمه ورقيقه جدا ولايقه جدا مع ستايل الاوضه ومكانها مناسب. وقولوا لي تنسيق العفش في الاماكن بتاعته حلوه ولا لا، والمقاسات حلوه ولا لا، قولوا لي برده رايكم هيفيدني انا شخصيا عموما، حتى لو مش هعيد التجربه هيفيد غيري. واتمنى تعليقاتكم كده تكون مستمره معايا في خلال الفيديو. عملت لها المفرش الطويل ده استاذ محمد فكري زي ما قلت لكم هو اللي عامله، وتسريحه طبعا اصلا العروسه رقيقه جدا مش عايزه اي
اي حاجه ولا كركبه بره، فعملنا لها ادراج كتير عشان تاخد حاجتها كلها، سواء توك بقى او اكسسوارات او ميك اب او كده. وهنا الضرفتين دول عملتهم كده واسعين، حتى لو حابه تشيل فيهم اي حاجه تانية تشيل، يعني باقي دولاب او باقي حاجه، او حط شنط خروج، اي حاجه فيها تستخدم. ركزوا جدا على المقابض لان اخترتها جدا بعنايه، اتمنى ان هي تعجبكم. واستاذ احمد الجحر مصمم ورشه افرشها بذوقك، بجد ما بخلش علينا باي حاجه وجاب لنا حقيقي انضف الخامات، ربنا يا رب يجازيه خير. كل الناس اللي اشتغلوا معانا في الشقه دي هسيب لكم كل اللينكات بتاعتهم، يمكن صفحهم تفيدكم، يمكن تستفيدوا باي حاجه. وبالنسبه للاسعار سامحوني انا مش عارفه اقول اسعار لان كل الاسعار اتغيرت تغيير جامد، اضعاف الاضعاف عن ما كنا جايبين في الشقه، لان احنا متعاقدين معاه عاملين حساب كل حاجه، فكل الاسعار طبعا اتغيرت، فمحدش هيفيده اي اسعار عموما في الشقه هنا. كده نكون وصلنا لنهايه جولتنا في شقه عروستنا، اتمنى تعجبكم. انتظروا معايا بقى الفيديو الجاي، فيديو المطبخ بكل تفاصيله، والمطبخ بقى بالذات نشوف رتب لنا العروسه ازاي. ده شكل الريسبشن، صور كده للناس اللي عشان تجمع الفيديو ده تبع ايه، عشان الناس اللي ما شافوش اصلا الفيديو التاني. ولو عايزين تشوفوه وتشوفوه برده استلمناه ازاي وسلمناه ازاي، ارجعوا للفيديو اللي قبله. اتمنى ان هو يعجبكم، متنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، وتبعتوا الفيديو كده لاصحابكم الحلوين اللي عايزين يستفيدوا بكل الافكار اللي في الفيديو. واشوفكم على خير، واتمنى اكون عند حسن ظنكم. انتظروني فيديو جديد بقى والمطبخ، واشوفكم في فيديوهات العرايس الجايه. مع السلامه.